مساء الخير. الصورة النمطية الشائعة عن الاكتئاب والمرض النفسي عموما انه بيخلي الشخص مطفي وحزين، ما عندوش طاقة وغير مقبل على الحياة بأي شكل، فاقد للشغف، منعزل، قاعد في اوضته، دقنه طويلة، بهدل في نفسه إلى آخره. الحقيقة انه مش شرط ابدا المكتئب او المريض النفسي مرضه واعراضه تبقى بالوضوح ده. المكتئب مثلا عادي ممكن فجأة تلاقيه بيعرف ستات كتير على بعض رغم ان ده مش طبعه. ممكن يدمن قمار، مخدرات، جنس، يفتعل مشاكل وخناقات وصراعات، يدفن نفسه في الشغل ويخرج يسهر كل يوم، يغير عاداته كلها ويتصرف بطريقة جديدة عليه تماما. ممكن يسرق وغيرها من أنماط الفعل غير الاعتيادية اللي في منتهى الخطورة. يعني الاكتئاب والمرض النفسي ممكن يغير من شخصيتك وتكتسب كعرض جانبي ليه نمط سلوكي شاذ عنك أو متطرف في المطلق. النوع ده من التصرفات بيكون ناتج عن احتياج شديد للمغامرة والإثارة والتغيير واستعادة الشعور بالحياة ومقاومة الحزن والرغبة في إخفائه، عشان يداري اكتئابه عن المقربين ويوصل لهم إنه كويس وسعيد، ظنا منه إن الاعتراف بالمشكلة هيزودها وهيديها حجم أكبر. وفي ظل التخبط واللخبطة والتشويش اللي بيحصل على العقل والمشاعر، الشخص ممكن بشكل غير واعي تماما يصبح شخص غيره جزئيا أو كليا. تخيل لو شخص دي مش طباعه أو خصاله ومش مدرك إن عنده اكتئاب، رد فعل المحيطين بيه هيكون شكله إيه؟ وعلاقاته هتتدمر إزاي؟ لو مرتبط، متجوز، أخ، أب، صديق مقرب، وتصرف بطريقة تخل باحترامه لنفسه ولشريك حياته وللمحيطين بيه، اللي صعب قوي يفهموا أو يستوعبوا إن ده عرض اكتئابي لمرض نفسي أو اكتئاب حاد. الأسهل دايما واللي أغلب الناس بيعملوه هو التركيز على الفعل نفسه، النشاط غير الاعتيادي موضع الإشكال ومحاولة وقفه. وخطورة ده إنه بينزع من المريض أمله الأخير في الحصول على مشاعر رضا معينة وبيصيبه بالإحباط. عشان كده بنقول التشخيص الذاتي خطر والإهمال لصحتنا النفسية أخطر. لو شاكك في نفسك أو في شخص غالي عليك، قبل ما توجه له أصابع الاتهام واللوم، وديه المعالج أو طبيب نفسي يشوفه ويشخصه. ممكن يتسبب الاكتئاب في رغبة ملحة للتخلص من المشاعر السلبية الصعبة أو دفنها بالانخراط في نوعية تصرفات بيسموها سلوكيات تجنب، زي فرط الرغبة الجنسية أو ممارسة الجنس عموما، إدمان الكحول أو المخدرات كطريقة للتأقلم ومحاولة إيجاد سعادة وقتية أو راحة مؤقتة من خلال الأشياء دي. الاكتئاب مش بالضرورة يكون معناه ان ما عندكش دافع، وفي ناس بشكل غير واعي بيشتغلوا على فكرة تشتيت الانتباه عن الاكتئاب بدفن نفسهم في الشغل. الابحاث بتقول ان الورك هوليكس او مدمنين الشغل اكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب مرتين اكتر من باقي الناس. توجيه طاقتك لشغلك ممكن يساعدك تتعافى، بس ده بيحصل بالتوازي مع علاج سلوكي معرفي وعلاج دوائي، فمهم تبقى عارف دوافعك كويس وتميزها. عشان نكافح مشاعر الوحدة اللي بتغمرنا في فترات الحزن الطويلة المستمرة المسماة بالاكتئاب، ممكن نميل أكتر للارتباط بشكل مرضي. في مقولة كده بتقول misery loves company، البؤس بيحب الصحبة. ده أحد أعراض الاكتئاب الغير شائعة، أو خلينا نكون أكتر دقة، الغير مشخصة أصلا، وهي الدخول في علاقات عاطفية ما فيهاش أي كواليتي كعامل إلهاء عن المشكلة الأصلية وعن الاكتئاب. الاكتئاب بيأثر على طريقة نومنا، سواء أرق أو فرط نوم أو صعوبة في النوم بشكل عام، بس بيحصل أحيانا إن الشخص بيتخلى عن النوم بشكل متعمد وطوعي لرغبته في قضاء وقت أكبر للاستمتاع بأنشطة مختلفة زي السهر والتواجد وسط الناس. بتختلف علامات الاكتئاب أحيانا بين الرجالة والستات. نوبات الغضب الشديدة ونفاذ الصبر والانفجارات المتكررة عرض شائع عند الرجالة، لأنهم أقل رغبة في الاعتراف أو تقبل اكتئابهم، وده اللي بيفسر انجرافهم في أنشطة متطرفة أكتر، أو تحويل الغضب تجاه أحد أفراد أسرته من خلال الإساءة اللفظية أو الجسدية. في دراسة اتعملت سنة 2009 بتقول إن ردود الفعل الغاضبة للمصابين بالاكتئاب نابعة من الرفض والشعور بالذنب والخوف والإدارة غير الفعالة لتجربة الغضب والتعبير عنه اللي أغلبنا اتربى عليها. التغيرات السريعة في الحالة المزاجية أو العاطفية ممكن برضو تبقى علامة على الاكتئاب. عدم القدرة على التحكم في عواطفك والمود سوينجز العنيفة، من البكا للضحك للغضب للفرحة، وبعدين الإحساس بالذنب بشكل مش متناسب أصلا مع الأحداث اللي بتمر بيها. يعني تعيط لو المية اتدلقت على الأرض، أو تضحك في وقت المفروض تكون فيه حزين. مش بالضرورة المكتئب يكون حزين أو يداري حزنه بسعادة مفتعلة، ممكن أصلا يفقد الشعور بكل الأشياء أو ينفصل عن العواطف بشكل عام كأنه متخدر بالظبط. حالة كده من الولا حاجة بيسموها في علم النفس عمى الألوان العاطفي. عملت عنها فيديو قبل كده وهسيبه لكم في الكومنتات.
أظهرت الدراسات إن الاكتئاب بيأثر على الوظائف المعرفية زي الذاكرة العامة والذاكرة طويلة المدى واتخاذ القرار والقدرة على التركيز. بيسموها علميا حالة من الشذوذ البنيوي واسع الانتشار للمادة الرمادية أو ضباب الدماغ، وده بيؤدي للقصور المعرفي، وأعراضه بتتمثل في عدم القدرة على التركيز على المهام ورد فعل أبطأ ونسيان، أو مشاعر الانسداد الذهني أو المايند بلوكينج، وده ممكن يتسبب في تحديات مهنية وشخصية وعاطفية كتير. يعني بالتأكيد الشخص اللي انت في حياته هيحس انك متغير كأنك مش انت. مكافحة الأعراض دي بشكل ذاتي ممكن يكون محبط جدا للشخص، لأنه للأسف صعب يقدر بدون خطة علاج متكاملة. اضطرابات تعاطي المخدرات حالات معقدة بكل تأكيد، بس غالبا بترتبط بالاكتئاب، إما إن النمط الإدماني بيجي كعرض للاكتئاب أو الاكتئاب بيجي كعرض للنمط الإدماني بسبب العزلة الاجتماعية والوصم ومحاولات التبطيل الذاتية اللي بيعتمد فيها الشخص على نفسه من غير تدخل طبي ودوائي، واللوم اللي بيتعرض له والإشارة ليه كشخص ما عندوش إحساس بالمسؤولية وضعيف، أو انخفاض مستويات كيمياء المخ. نفس فكرة المخدرات بالظبط، زيادة أو نقصان الوزن مصاحبين للاكتئاب في أغلب الحالات، إما شخص بيحاول يخس ومش عارف، أو شخص عنده اكتئاب بيجيله اضطرابات أكل كعرض مصاحب، مع شعوره بفقدان السيطرة على شكله وكرهه لنفسه، بالإضافة لسخافة الناس وحشريتهم وتعليقهم على شكل ووزن الشخص اللي حرفيا ممكن تجيب الشخص المكتئب الأرض. الاختلالات الكيميائية والمستويات المنخفضة من السيروتونين والدوبامين من الأعراض المصاحبة للاكتئاب اللي بتجرد الناس من طاقتهم، حاسسهم بالإرهاق من بره. ممكن نحكم على الأعراض دي على إن هي فشل شخصي، أو إن الشخص كسول، مش منظم، مش نظيف، بس في الواقع الشخص بيبذل قصارى جهده للتأقلم وهو بيكافح عشان بس يقوم من السرير، ده غير الأوجاع والآلام الغامضة. وأبحاث كتير أكدت إن في عوامل بيولوجية وقت الاكتئاب بتزود نسبة الإصابة بالالتهابات وبتقلل المناعة. أي شيء غريب بيحصل لك أو بيحصل لأي حد في دايرتك القريبة لازم تفكر فيه على إنه وارد جدا يكون اختلال نفسي أو عرض اكتئابي. أي حد فينا عرضة لده. النفس البشرية حساسة ومعقدة جدا، وبتحتاج طول الوقت ملاحظة ومتابعة واهتمام. تاج وشير وساعد غيرك بنشرك للوعي النفسي. أنا آية شعيب، وده موقف السلام، ليلتكم فيها نجوم وضحك ووعي كتير.